عاوز فرو أليفك يوصل للمرحلة دي؟ أسهل طريقة إن أنت تلبسه هدوم. تفتكر إزاي السويت شيرت الكيوت ده ممكن يوصل أليفنا للمرحلة دي؟ بص، أنا عارف إن هو بيبقى شكله كيوت، بس ركز معايا كده. الهدوم دي بتعمل تانجلينج للشعر، يعني بتكور الشعر كده وبتعمل عقد صعب تسريحها. العقد دي بتبدأ إنها تجمع تحتها رطوبة، فبتبدأ إنها تعمل حساسية وفطريات، وكمان ممكن توصل لالتهابات شديدة. وللأسف بيكون الحل الوحيد ساعتها إن احنا نخلع الشعر زيرو تماما، ودي بتبقى كارثة طبعا لسلالات كتير من الدبل كوتد، وأشهرهم البوميرينيان، واللي فروها مش بيرجع تاني زي الأول أبدا، وكمان ممكن يتدمر نهائي. علشان كده القاعدة بتاعتنا واضحة: الهدوم ممنوعة إلا للضرورة القصوى، زي البرد الشديد لسلالات شعرها خفيف جدا. لكن لو قررت إن أنت تلبسهم سويت شيرت أو أي هدوم، يبقى لازم تسرح تسريح يومي للشعر بتاعهم علشان ما يحصلهوش كلكعة. هنتكلم أكتر في الفيديوهات اللي جاية عن الدبل كوتد بريدز، وإيه أشهر أنواع الكلاب اللي فيها، وإزاي حلاقة الشعر بتبدأ إنها تدمر فروهم تماما. فاعمل لنا فولو عشان تتابع الفيديوهات الجديدة، وعلشان تتعرف على البريدز دي، يمكن يكون كلبك منهم.